السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حشتغل معاكم كوكيز الشوفان. كوكيز تحفة، خليط من الكيك والبسكوت. نبدأ بسم الله. بحتاج لكوبين طحين، كوبين شوفان مطحون. بفضل بهذه الوصفة إنه نطحنه أفضل. بدي نص كوب سكر أبيض وكوب سكر بني. إذا ما توفرش البني بتضيفي أبيض معاه دبس تمر أو دبس قصب. 2 بيض، قالب زبدة 200 جرام بحرارة المكان ويكون طري. بدي بيكنج باودر وبيكنج صودا وفانيلا. والشغلات اللي بدي أضيفها للكوكيز: زبيب وعين جمل وشوكولاتة مرة وحبيبات شوكولاتة شيبس. بداية بضيف الزبدة وبحركها بالشكل هذا حتى تصير كريمية. بضيف السكر وبخلطهم مع بعض. تمام. البيض بضيف له الفانيلا وبخفقه. وبضيفه على الزبدة والسكر. بخلطهم كتير منيح. النواشف بخلطها مع بعض: الطحين والشوفان والبيكنج باودر والبيكنج صودا اللي هي الكربونات. بخلطهم وبضيف الزبيب والعين جمل والشوكولاتة. طبعا انت بهذه الوصفة قادرة تضيفي شو بتحبي، انواع شوكولاتة تانية، مجففات كتيرة. ما يميزها انها غنية جدا بالشغلات اللي بتضيفيها. بخلطهم، بضيف رشة ملح. الآن بصير أضيف من النواشف على الخليط شوية شوية وأحركهم. الويسك لقيت مش هتساعدني فبدي أستعمل إيدي. بخلطهم بالشكل هذا. العجينة حتكون معاكي طرية وبتلزق، وهذا هو قوام عجينة الكوكيز. ممكن تستعمل الآن معلقة الآيس كريم أو زي ما بدي أعمل بإيدي. الصينية بحتاجش أدهنها أي حاجة. بعمل كرات من الكوكيز برتبها بالصينية وبخلي وسع ما بين كل حبة والتانية لأنه حتنفش معاك الحبة. ما تركزيش كتير إنه تعملي دوائر، لأنه حلاوة الكوكيز إنه يكون في عشوائية. طبعا هي مليانة بالشوكولاتة، بس حبيت إني أحط شوكولاتة شيبس على الوجه للشكل. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، ما بتاخدش وقت، من 12 ل 13 دقيقة بس. شايفين كيف نفشت بالفرن؟ بطلعها بتكون طرية فما تقلقيش، هيك بتكون ظابطة. مهم جدا إني أحطها على شبك. بعد شوي حتلاقيها نشفت وجفت وصارت شكل البسكوت، وهيك بتكوني عملتي أطيب كوكيز على الإطلاق. جربوه وإن شاء الله حيعجبكم. حياكم الله.